ورجعنا لكم تاني متابعي افلام الخمسينة الكرام، وبنشكركم على دعمكم المتواصل لينا، وان شاء الله مستمرين معاكم وبيكم. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل على ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا مع واحد اسمه برايم وهو بيتفرج على البرنامج المفضل بتاعه من سيربح المليون، واثناء ما هو قاعد مندمج مع البرنامج بيجيله اتصال على تليفونه من مراته جوتي، وده علشان تطمنه على بنته لانها كانت تعبانه وحرارتها مرتفعه جدا، فبيعرفها انه هيبعت لها فلوس مع صاحبه تشوتي يوم الاحد من الاسبوع اللي جاي. وهنا بنفهم انه شغال عند راجل غني جدا في مدينه بعيده عن القريه اللي هو عايش فيها، والشغل عباره عن انه يشوف له طلباته وينظف له الفيلا ويحرسها، وده في الوقت اللي الراجل الغني ما بيكونش موجود فيه في الفيلا. وبعد ما بيقفل مع مراته المكالمه بيروح للدور الثاني من الفيلا وبيقف عند دولاب كبير فيه سكاكين وسواطير كتيره، وبياخد اسن ساطور فيهم واسن سكينه وبيروح بيهم للحمام. وهناك بنتفاجئ بانه حاطط بنت صغيره في الحمام عندها 15 سنه وبيكون مغمى عليها، والمرعب انه بدا يقطع في البنت دي بالساطور بدون اي رحمه. وبعدها بنروح لبيت ضابط شرطه اسمه باندي وهو بيحضر نفسه علشان ينزل للشغل بتاعه، وبياخد معاه بنته في ايده في طريقه علشان يوصلها للمدرسه بتاعتها. وبعد ما بيروح المركز وبيقعد على مكتبه بيجيله راجل غلبان اسمه ماندال علشان يبلغ ان بنته مفقوده بقالها كام يوم، وبيعرفه ان دي بنته الوحيده اللي طلع بيها من الدنيا، وكمان النهارده عيد ميلادها، وانه كان وعدها يجيب لها هديه كبيره علشان يفرحها. وكان عمال يحاول يستعطفه علشان يقدم له البلاغ، لكن باندي دمه بارد وبيقول له انها مش صغيره علشان تتوه واكيد هترجع على البيت، وكان عمال يلومه ان هو اللي مقصر في حق بنته، وانه لو كان متابعها وبيسال عليها ما كانتش اتفقدت. وبيفضل يديله في محاضره طويله عريضه ملهاش اي علاقه بالبلاغ اساسا، وكل ده علشان يقول له ان هو السبب في فقدان بنته، وان الكل فعل رد فعل، فعلا تحيا الهند. وفي الاخر بيديله شويه فلوس من اللي معاه كحاجه تصبره شويه على فراق بنته. فبيروح مندل وهو حزين يعلق صوره بنته على لوحه الاطفال المفقودين في المركز، وده علشان لو اي حد يقدر يتعرف عليها. وقبل ما الشمس تغرب بيكون في شويه عيال بيلعبوا مع بعض كوره في الشارع، واثناء ما هما بيلعبوا الكوره بتاعتهم وقعت منهم في المجاري اللي جنبهم، فبيروح واحد منهم اسمه الي وهو اللي بيجيبها علشان هو اللي بيبقى عليه الدور ان هو يجيب الكوره لما تقع. وفي وقت ما كان الي بيجيب الكوره بيلاحظ ان في ايد بشريه في قلب المجاري، فبيطلعها بسرعه وبيروح يبلغ الشرطه علشان تشوفها. وبعد ما بتيجي الشرطه وبتجمع كل سكان بلده رجيف وسكان القطاع 36، وده علشان يفهموا ايه موضوع الايد اللي لقوها في المجاري دي، فبيتكلم باندي وبيقول له انه ما جاش ليه بلاغ قبل كده عن فقدان طفل لايده ولا من البلده ولا من القطاع، والمجاري دي اصلا تابعه لقريه تانية خالص. وبيلم الموضوع علشان ما يعملش حاله ذعر في الناس، وبيدي للطفل الي فلوس رمزيه كمكافاه ليه، وبيطرمخ على الموضوع وبيعرفهم انها اكيد ايد حيوان ومفيش داعي للقلق. وفي المقابل بيكون برايم عمال بيراقبهم من الفيلا وكان كل تركيزه على الطفل. وبالليل بيرجع الي لاهله في البيت وبيخرج علشان يجيب طلبات لامه علشان تعمل لهم العشاء، وهو في طريق للسوبر ماركت بينادي عليه برايم وبيجذبه ليه بقطعه شوكولاته، وطبعا الي علشان طفل بيفرح بالحاجه دي فبيروح برايم مخدره وسحبه جوه الفيلا، وبيطلع بيه للدور التاني وبيربطه في السرير وبيفضل يكلمه شوية علشان يهديه، وبيحاول يكسر حدة الخوف اللي بينهم. ولما بيحس ان هو هادي بيفك له الحبل، فبسرعة بيحاول الي ان هو يهرب، بس برايم بيخبطه خبطة في الحيطة فبيغمى عليه، وساعتها بيفضل يبص له نظرة كلها شفقة، وبيبدأ يفتكر اللي خاله كان بيعمله فيه زمان، وهو ان خاله كان زمان بيحبسه في المجزر مع الخرفان، وده لانه كان شغال معاه في محل الجزارة، وكمان كان كل فين وفين بيدخل له شوية اكل كده. والاسوأ من كل ده انه كان في بعض الاوقات بيعتدي عليه. ولما خلاص برايم فاض بيه الكيل وزهق من خاله مسك الساطور ونزل تقطيع فيه لحد ما مات، ودي تعتبر اقل حاجه ممكن يعملها فيه بصراحه. وبعد ما بيخلص ذكرياته المأساويه دي مش بنعرف هو عمل ايه لالي، بيروح علشان يحضر الاكل ده لانه شغال في الوجبات السريعه وبيوصلها للبيوت عن طريق صاحبه تشوتي. واثناء ما كان بيودي لتشوتي الاوردر من كلامه معاه بيكون في شك ان اللحمه اللي بيستخدمها في الاكل مش لحمه عاديه وانها لحمه بني ادمين، وده لان صاحبه كان رافض يدوق الاكل نهائيا. وبيتاكد لنا الشك لما بنلاقيه بينظف الحمام من الدم الموجود فيه وبيروح عند المجاري علشان يرمي المتبقي من الجثة، وهنا بنفهم ان دي جثة الي، وان البنت اللي كان خاطفها في الاول حصل معاها نفس اللي حصل لالي بالظبط. وبنعرف انه بيخطف الاطفال من اهاليهم وبيقتلهم وبيعمل منهم وجبات سريعة وبيبيعها للناس تكاوي، والمتبقي من اعضائهم بيبيعه هو كمان. ومش بعيد كمان تكون بنت باندال واحدة من الاطفال دول، ودي طبعا بتبقى تصرفات شخص ما عندوش قلب من الاساس. وبعد ما الليلة دي بتخلص تاني يوم بنروح للفيلا بتاعت الراجل الغني اللي هو شغال عنده، واللي بنعرف ان اسمه باسي، وبيكون ساعتها مع حفيدته الصغيرة علشان يحضر معاه
معاها عيد ميلادها. وبعدها بنرجع لبرايم تاني وهو بيكمل في الجرايم بتاعته اللي هو بيعملها، وانه شغال خطف في الاطفال الله ينور واحد ورا التاني، وما كانش بيعدي عليه يوم الا لما يخطف طفل من اهله. على الناحيه التانيه بنشوف باندي وهو بيحضر بنته علشان ياخدها معاه الحفله المسرحيه اللي معموله في البلده، وبنكتشف ان هو اللي بيقدم العروض المسرحيه دي علشان يثبت لبنته انه بيحبها وبيعمل لها اي حاجه تطلبها علشان يرضيها. وفي وقت ما كان قاعد في اوضه تغيير الملابس علشان يحضر نفسه للجزء الثاني من العرض، بيدخل عليه واحد اسمه جوش علشان يتابع معاه البلاغ اللي قدمه لبنته المفقودة، واللي بنعرف انها مفقودة بقالها 4 ايام واسمها تشوموكي. والغريب انها بتطلع نفس البنت اللي شغالة مع برايم في فيلا باسي. وباندي بيعرفه انه شغال على القضية وانه عايزه يعدي عليه بكرة في المركز. وجوش بيتعصب لانه مش مهتم بكلامه ولا ببنته ولا بالقضية من الاساس، وان ده شغله والمفروض انه يهتم شوية عن كده. وفضل يقوله في كلام اثر فيه جامد وخلاه يتعصب عليه، وخصوصا لما جاب سيرة بنته في الموضوع، وعرفه انه مش علشان ضابط شرطة ما يعيش حياته زي بقية الناس، وان كل يوم بيجيله 1000 واحد منه ونفس حالته. وفضل يقول له كلام كتير جدا وهو متعصب لدرجة انه ما خدش باله انه طلع على المسرح وهو بيزعق له. وفي المقابل بتتحرج مراته جدا من التصرفات اللي هو بيعملها، لكنه بيروح لها وبيفهمها ايه السبب اللي خلاه يعمل كده. ولما بيسأل عن بنته فيدو بتعرفه مراته انها راحت الحمام وجايه، فبيقلق عليها جدا لا تتخطف زي الاطفال اللي عماله تتخطف اليومين دول. وفعلا الشك بتاعه بيكون في محله، وبيكون برايم في الحفله ومتنكر وبسرعه بيخطف فيدو من وسط الناس ومن غير ما حد يحس بيه بيهرب بيها بسرعه على العربيه. وفي الوقت ده بيلمحه باندي فبيجري عليه باقصى سرعته علشان يقفشه، بس برايم اول لما شافه جاي عليه ساب فيدو بسرعه وفضل يجري علشان يهرب منه. وبعد جري كتير قدر يهرب منه وبعد عنه خالص، وكمل جري على البيت وبيكلم مراته وبيعرفها انه هيبعت لها شويه من شرايط الفيديو اللي معاه، وبيطلب منها انها تشيلهم في مكان محدش يعرف يوصل له نهائي. ومش بنعرف ايه المهم في الشرايط دي علشان يكلم مراته عنها بالشكل ده. وبعدها بنروح لباندي وهو مع فيدو في المستشفى علشان يطمن عليها، ووقتها مراته بتعاتبه وبتقول له انت مش قادر تحمي بنتك ولا عارف ترجع ولاد الناس المفقودين. وفي المقابل باندي بيسمع الكلام وما بيقدرش يتكلم ولا كلمه، وبيفضل قاعد مصدوم من نفسه انه ما قدرش يحمي بنته، وبياخد عهد بينه وبين نفسه انه يرجع حق بنته وحق اولاد الناس المخطوفين وينتقم من المجرم ده ويحطه في السجن. وتاني يوم بتحصل حالة خطف جديدة لطفل جديد اسمه فيفان، واللي بيكون في مدينة نظيفة جدا في الهند، لكن مش بنكون عارفين مين المجرم المرة دي. وبنرجع تاني لباندي وهو في المركز، وكان ساعتها بيكمل البلاغ بتاعت شومكي، واللي ابوها هو جوش نفس الراجل اللي كان بيزعق له في المسرح. وفي نفس الوقت في الفيلا بتاعت باسي بيكون قاعد بياكل الفطار بتاعه وبيتفرج على الاخبار، وساعتها بتكون الاخبار كلها بتتكلم عن خطف الطفل فيفان من قدام المدرسة بتاعته، والدنيا مقلوبة بكل معنى الكلمة، وكمان الشرطة بعتت حملات دورية علشان تدور عليه. وده على عكس اولاد الناس الغلابه اللي مفيش حد كان بيسال فيهم ولا حد بيتقدم علشان يساعدهم. وبعد شويه بيوصل باندي لباسي واللي بيفتح له هو برايم، فبيدخل باندي وبيسال باسي كام سؤال كده بخصوص تشومكي علشان هي كانت شغاله عنده كده. وقبل ما يسال باندي اول سؤال بيقطعه باسي وبيعرفه على تاريخه العريق وعلاقته مع كبار رجال الشرطه وانهم كانوا من نفس دفعته، ودي حركه منه علشان يكون حريص معاه في اسئلته، او بمعنى اصح ما يكملش معاه التحقيق من الاساس ويمشي. لكن وقتها بيتدخل جوش وبيتهم باسي ان هو اللي خطف بنته وان هو اعتدى عليها وانها لسه موجوده عنده في الفيلا، لكن بيطلب منه باندي انه يخرج ويسيبه يكمل شغله. وبعد اللي حصل ده بيروح باسي متصل برئيس باندي واللي اسمه جوهار، وده علشان يمشي من عنده قبل ما يكشفه. وفعلا باندي بعد المكالمه دي مشي من الفيلا، لكن برايم راح وراه وفضل يهلفط معاه بشويه كلام مش مفهومين، فبيسيبه باندي وبيروح لرئيس الجوهار علشان يكمل معاه متابعه قصه خطف الطفل فيفان. وهناك بيعرفه انه متاكد ان باسي هو اللي خطف تشومكي، واللي بيخليه واثق بالشكل ده هي شهاده ابوها جوش ساعه ما قال له ان سواق عربيه الاجره اللي وصلها اكد له انها وصلت لحد باب الفيلا، وان اللي خدها منه هو برايم. وساعتها بيطلب منه جوهار انه ينسى موضوع قضايا خطف الاطفال دي خالص ويركز بس على المهمات اللي هو هيكلفه بيها وبس، وبيهدده انه لو تعرض لباسي مره تانية هينقل له خدمته في مكان بعيد جدا عن بلدته، ومش بعيد كمان يوقفه عن العمل خالص. وساعتها بيسيبه باندي وهو مصدوم من اللي سمعه وبيبقى في حيرة من أمره، وبيرجع تاني على المركز وبيبقى مش عارف يفكر ازاي، لكنه بيرجع له تاني لما شاف في تليفون السواق ان آخر مكالمة ليه كانت مع برايم من كام يوم. ولما بيرجع له بيوضح له ان كل الخيوط والأدلة اللي تثبت ان باسي متهم في القضية بتاعت شومكي. ولما جوهار سمع منه لحد الآخر بيصدمه برده، وهو انه أمر بوقفه عن العمل، وده بسبب ان هو خالف تحذيراته قبل ما يمشي. وهو ماشي سمع في الأخبار ان الشرطة قدرت ان هي ترجع الطفل فيفان لأهله في أقل من يومين،
وبسبب كده جوهار بيترقى وبيمسك منصب اعلى وبيمسك مكانه مفوض الشرطه الجديد واللي اسمه بوبون. وبعد كام اسبوع من وقف باندي عن العمل بيروح يراقب برايم وبيشوفه بيعمل ايه علشان يمسك على باسي اي دليل يدينه بيه. وبعد شويه بيسيبه وبيروح يقعد مع المساعد بتاعه واللي اسمه باتاك. وهم قاعدين مع بعض بيفتكر الراجل اللي كان واقف بعربيه الاسعاف ساعه خطف بنته فيدو، وبيكون عنده شك ان الراجل ده شغال مع المجرم اللي حاول يخطف بنته ساعه الحفله. فبسرعه بيروحوا هما الاثنين للمستشفى وبيخطفوه وبيروحوا يحبسوه في مكان بعيد. وقبل ما بياخد اول قلم بيعترف بكل حاجه وبيقول لهم ان برايم هو اللي بيخطط لكل حاجه وان هو مجرد سواق بس. وتاني يوم بيوصل باندي للمركز وهناك بيقابل رئيسه الجديد بوبون، وساعتها جوهار بيعرفهم على بعض وبيسيبهم وبيمشي. وهو في العربيه بيتكلم باتاك في التليفون وبيطلب منه انه يعمل له خدمه سريعه، ومقابل الخدمه دي ان هو هيرقيه في الشغل. وبنعرف انه طلب منه يعرفه المكان اللي باندي مخبي فيه سواق عربيه الاسعاف، وده علشان يبعت ناس تقتله قبل ما يتكلم. وده لان جاله خبر انه اعترف على برايم، وده معناه ان باسي هيتجاب في الرجلين. وفعلا بتوصل عصابه للمكان اللي محبوس فيه سواق عربيه الاسعاف وبيخطفوه وبيمشوا بيه. وعلى الناحيه التانيه بياخد بوبون باندي معاه في العربيه وعرف منه كل تفاصيل قضايا الخطف اللي حصلت في الفتره الاخيره، وبيكون متاكد ان باسي له علاقه بكل القضايا دي. وبسرعه بيروحوا للمكان اللي محبوس فيه السواق علشان يسمع منه الاعتراف، لكنهم بيكونوا وصلوا متاخر والعصابه وصلت قبلهم وخطفوه. وبكده يكون الدليل الوحيد اللي معاهم اختفى. وساعتها بيتعصب باندي على باتاك جدا لانه معرفش انه يحافظ عليه لحد ما يجيله، وما بيكونش قدامهم غير انهم يقبضوا على برايم ويستجوبوه. وفعلا بيجيبوا برايم للمركز، وقبل ما يعذبوه او يعملوا معاه اي حاجه بيعترف بان هو اللي حاول يخطف بنته من الحفله. ووقتها كان عمال يتكلم في كلام كتير ملوش علاقه ببعضه، وشكله بيبان ان هو مضطرب نفسيا وفي حاجه مش مفهومه. وبيعرفهم انه هيجاوبهم على كل الاسئله اللي عايزينها لكن بسرعه علشان يلحق يسمع البرنامج المفضل بتاعه. فبيسالوا باندي اول سؤال وهو هل يعرف حاجه عن خطف تشومكي. الغريب ان هو بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان هو اللي قتلها وخنقها بايده. ولما بيسالوا باندي عن سبب قتلها بيعترف انها اخر مره في الفيلا كلمته بطريقه مش كويسه وما احترمتهوش فقتلها، مش محتاجه حاجه يعني. فبيطلب منه باندي يحكي له اللي حصل بالتفصيل، وده علشان يفهم اكتر ويفكر اكتر ويعرف ايه السبب الحقيقي اللي بيخليه يعمل كده. وبعد كلام ووصف كتير من برايم اكتشف باندي ان عنده عقده نفسيه من وهو صغير والسبب فيها خاله، وبسبب العقده دي بيخطف الاطفال ويعمل فيهم زي ما كان بيعمل فيه خاله زمان، وفي الاخر بيقتلهم وبيبيع اعضائهم. وباندي بيقول له كنت بتعمل ايه في باقي الجثث، فبيحكي له ويقول له انه بيفصل اطراف الجسم كلها عن بعضها وبيدفنهم في الجنينه بتاعه الفيلا، وباقي الجسم والعظم بيرميه في المجاري. وعرفهم انه في بعض الاوقات كان بياكل من اللحم اللي بيتبقى. ولما بيسالوا باندي على عدد الاطفال اللي هو خطفهم وقتلهم بيرد عليه وبيقول له انهم اكتر من 24 طفل، وان من ضمنهم الطفل اللي هو اداله مكافاه. فبيتعصب عليه باندي جدا وكان هيقتله، لكنه بيرجع بيهدى تاني علشان يعرف منه اكتر، وده لانه عايز يعرف باسي ايه علاقته بالموضوع ده، لكنه مش بيرضى يرد على السؤال ده تحديدا. فبياخدوا باندي وبيحبسوا على ما يشوف هيتصرف معاه ازاي. وساعتها بيبقى برايم قاعد على نار لان البرنامج بتاعه هيبدا بعد 5 دقايق ومش هيعرف يسمعه. والغريب في امره انه مش مهتم بانه هيروح في داهيه وان حبل المشنقه هيتلف حوالين رقبته بعد كل الاعترافات اللي قالها على نفسه دي. وفي الوقت ده بنشوف العصابة اللي خطفت السواق راحوا بيه لمكان مهجور وقطعوا جسمه كل حتة في ناحية، وفي الآخر بيحرقوا كل أشلاءه. وتاني يوم الصبح بيروح باندي ببرايم للفيلا علشان يعرفوا على المكان اللي بيدفن فيه الأطفال، وهناك بيحفر بنفسه وبيطلع بقايا الجثث المتحللة. ومش بس كده، ده كمان بيطلع شنطة شومكي من تحت التراب، وده علشان يثبت لهم إن هو اللي قتلها بإيده. والغريب إنه كان فرحان بكل ده ومش فارق له أي حاجة. وفي المقابل بتطلع الشرطة بقية أشلاء الأطفال من المجاري. وبعد كل ده بيتم القبض على باسي وبيتم نقلهم للسجن علشان يتحكم عليهم بالإعدام. والخبر بعدها بينتشر في كل مكان في الهند. وطبعا باسي بكل علاقاته قدر يبعد نفسه عن الجريمة وبيوجه كل التهم لبرايم. وفي المقابل بيتم فصل باندي عن العمل، واللي بيترقى هو بوبون، هو بياخد منصب أعلى. هو فعلا تحيا الهند. وبعد ما الأوضاع بتهدى بيرجع باندي بيتصل على بوبون وبيطلب منه إنه يقابل برايم للمرة الأخيرة، وده لأن في دماغه حاجة عايز يوصل لها. وفعلا بيروح يقابله وبيبدأ يتكلم معاه، وبيكون سبب المقابلة ان هو عايز يعرف برايم بيودي الفلوس بتاعته فين واللي كان بيكسبها من بيع الأعضاء. فبيعرفه برايم انه كان بيوصلهم لمراته عن طريق صاحبه تشوتي، وده نفسه هو سواق عربية الإسعاف. فبيقول له باندي ان مفيش ولا مرة الفلوس وصلت لمراته، وان صاحبه كان بيخدعه وبياخد الفلوس لنفسه، ودي حركة منه علشان يوقعه بالكلام ويخليه يقول ان باسي متورط في الجريمة، ولانه كان مستني منه يعرفه خيط واحد بس يوقع بيه باسي في حبل المشنقة ويرجع لشغله تاني ويترقى كمان. وفعلا بيعرف منه اللي هو عايزه، واللي هي الشرايط التسجيلات اللي كان بيسجلها واللي مخبيها مع مراته.
واللي كان عليها الجرايم اللي هو كان بيعملها، وبالليل بيقابل باتاك وبيكون طالب منه لابتوب، فبياخده منه وبيركب الاتوبيس وبيسافر للبلد اللي فيها برايم، وهناك بيقابل مراته وبيطلب منها الشرايط اللي بعتها لها برايم من اسبوع، وهي بتديها له لانها مش عارفه هي فيها ايه اساسا. والمفاجاه انه بيلاقي فيها كل حاجه كان هو متوقع انها ممكن تودي باسي في 60 داهيه. وبعد ما ياخد التسجيلات بيروح يقف على الطريق علشان يلاقي مواصله ترجعه تاني للبلده اللي هو فيها. وطبعا وقتها وصل الخبر لجوهار من العصافير بتوعه بان باندي قابل برايم، وانه راح لمراته علشان ياخد منها التسجيلات، وعلشان ينقذ باسي من الاعدام بعت لباندي عصابه علشان تخلص عليه. وباندي ساعتها فضل واقف على الطريق ساعه علشان يلاقي عربيه توصله، بس اخيرا بيلاقي عربيه وبتاخده معاها في سكتها. والمشكله هنا ان هو ما يعرفش ان هو ركب مع العصابه اللي هتخلص عليه، والمفاجاه انها بتطلع نفس العصابه اللي خطفت سواق عربيه الاسعاف وخلصت عليه. وبعد ما بيركب معاهم وبيفتح معاهم كلام بيعرفوه انهم تايهين في المكان وانهم مش عارفين يوصلوا للعنوان بتاعهم. فلما بيشوف العنوان اللي هم عايزين يوصلوا له فبيلاقيه صوره ليه، وبكده بيكون واقع في الفخ. وهوب بيجي واحد من وراه بيخلص عليه، والتاني قطع رقبته بدون اي رحمه. وبعدها بيفتحوا شنطته وبيكسروا كل التسجيلات اللي فيها. وبعد 6 شهور من موته بيتم الافراج عن باسي، وبيتحكم على برايم بالاعدام، وبيتعين مكانه في المركز المساعد بتاعه باتاك. وبيتضح لنا ان هو في الاخر العصفوره اللي كانت بتنقل كل تحركات باندي لجوهار. وفي الاخر بيتعلق باندي على لوحه المفقودين. وفي نهايه الفيلم بيتبات للمساعد باتاك طرد على البيت، وبيتصدم لما بيلاقي فيه نسخه تانية لتسجيلات باسي. لحد هنا وبينتهي الفيلم بتاعنا. لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.